المنتخب الأرجنتيني وراح يقابل منتخب النمسا يوم 22 يونيو بمجموع نقاط 1889.06 نقطة، فارق نقطتين عن المنتخب الثاني المنتخب الفرنسي اللي راح يواجه المنتخب العراقي يوم 23 يونيو. الثالث إسبانيا، والرابع إنجلترا فاز على منتخب كرواتيا وكسب 19.66 نقطة بمجموع نقاط 1847.68 نقطة. بينما المنتخب الخامس المنتخب المغربي تقدم بالترتيب مركزين من المركز السابع للمركز الخامس بعد الفوز على منتخب اسكتلندا، كسب 14.36 نقطة بمجموع نقاط 1769.98 نقطة. المنتخب المغربي يتقدم للمركز الخامس لأول مرة أعتقد منتخب عربي يصل لهذا المركز، فهنيئا للمغاربة، هذا المنتخب وهذا الجيل وهذا المركز وبالترتيب الجديد. بالمركز السادس البرازيل، وبالمركز السابع البرتغال اللي تراجع مركزين بعد التعادل مع الكونغو. الثامن هولندا، وعندنا التاسع ألمانيا تقدم مركز واحد وراح يقابل ساحل العاج. العاشر بلجيكا تراجع مركز واحد بعد التعادل مع منتخب مصر وراح يقابل منتخب إيران. 11 المكسيك فوز ثاني على كوريا الجنوبية وكسب 20.80 نقطة وتقدم 3 مراكز. عندنا 12 كولومبيا بعد الفوز على أوزباكستان تقدم مركز واحد وكسب 14.25 نقطة. 13 عندنا منتخب أمريكا تقدم 4 مراكز لحد الآن، فوز على أستراليا وكسب 21.06 نقطة. عندنا بالمركز 14 إيطاليا تراجع مركزين، و15 كرواتيا اللي خسر 19.66 نقطة بعد الخسارة من المنتخب الإنجليزي. 16 السنغال راح يواجه المنتخب النرويجي. 17 اليابان متقدم مركز واحد وراح يقابل منتخب تونس يوم 21 يونيو الساعة 7 صباحا. و18 الأورجواي وراح يواجه الراس الأخضر. 19 سويسرا، و20 الدنمارك. 21 النمسا تقدم 3 مراكز بعد الفوز على المنتخب الأردني. 22 إيران اللي تراجع مركزين بعد التعادل مع نيوزيلندا وخسر أكثر من 10 نقاط من مجموع نقاط. 23 كوريا الجنوبية تقدم مركزين، و24 نيجيريا تقدم مركزين، و25 أستراليا تقدم مركزين رغم فوزه بالمباراة الأولى وخسارته بالمباراة الثانية تقدم مركزين. 26 تركيا تراجع 4 مراكز بعد الخسارة من أستراليا وراح يواجه يوم 20 منتخب الباراغواي بالساعة 6 الصبح إن شاء الله، يعني اليوم. و 27 النرويج تقدم 4 مراكز بعد الفوز على العراق. 28 كندا. 29 الإكوادور تراجع 6 مراكز بعد الخسارة الأخيرة وراح يواجه المنتخب الكوراساو. عندنا 30 مصر تراجع مركز واحد. 31 كوت ديفوار أو ساحل العاج تقدم مركزين. 32 المنتخب الجزائري تراجع 4 مراكز وراح يواجه المنتخب الأردني المباراة الثانية يوم 24 يونيو. خسر من مجموع نقاطه 11.80 نقطة. 33 أوكرانيا، و34 السويد. وعندنا طبعا